بعد مباراة أولى أسطورية في الذهاب حان موعد العودة النارية. باريس والبايرن في دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا. باريس بيغيب عنها نيمار والبايرن بكامل نجومه. فلايك وصلى على حبيبك ويلا نبدأ. باريس الأخطر من البداية بكرة أولى من مبابي، التانية من حكيمي كانت هتخدع الحارس وبتروح بره. البايرن بترجع وترد بأول كورة ولكن في ايد دوناروما لحد ما تيجي أخطر كورة من ليونيل ميسي وبيحصل دربكة جوه ال 18 وبيمسكها سومر في الآخر وفرصة خطيرة من باريس. الماتش أسرع من حياتي وموسيالا يضرب بالتانية ولكن دوناروما يتألق وهنا سومر بيلعب بالنار وبتتقطع وكانت رايحة في الجول لولا تدخل داير وبينقذ فريقه من هدف أول. ودايما الخطورة لازم تبدأ من عند ديفيز وبيحط عرضية تلمس راس موتينج وبتخش المرمى ولكن بيتلغي الهدف لأن توماس مولر كان مشارك في اللعبة. جوريسكا بيحاول وكرة بالراس فوق العارضة. ضغط البايرن كان مؤكد لازم يجي منه هدف. حذاري هنا جول لمصلحة البايرن. هي الضربة الأولى المشابهة لكرة شوط المباراة الأول.